السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما وفي احسن حال. طبعا جولة النهاردة جولة مختلفة جدا عن كل حاجة انا نزلتها قبل كده، وكان اول مرة بصراحة اني اصور حاجات رفايع زي كده. طبعا ده كنت في الوكالة قصاد زكي السماك بالظبط. طبعا ركبت عربية من المؤسسة نزلتني التحرير، اللي هي راحة التحرير اسفة. نزلت تحت الكوبري، ماشي تمام. فعديت الناحية التانية، دخلت لقيت شارع الوكالة مليانة يا جماعة بهاريز بصراحة، يعني مليانة حاجات كتير جدا. كنت هنا كده قصاد زكي السماك بالظبط يا جماعة، الفرشة قصاد زكي السماك بالظبط. طبعا الفرشة دي مليانة رفايع اللي هي ممكن تلاقي كل حاجة صغيرة بتدوري عليها هتلاقيها في فرشة هاني اللي قصاد زكي السماك بالظبط. طبعا زكي السماك كان على ايدي الشمال، ومن الناحية التانية مدرسة ابو الفرج على ايدك اليمين، وفي النص على التلتوار اللي هو في النص ده كان فرشة هاني يا جماعة. الفرشة دي فيها لانشات بوكس، اللي هي طبعا احنا داخلين على مدارس زي ما حضراتكم عارفين. طبعا اللانشات بوكس، وفي كمان الزمزميات اللي هي الازايز. في منها بيبتدي من 20 و25، وفي ب40 جنيه، يعني لحد 40 جنيه معاكي. في طبعا الصواني اللي حضراتكم شايفينها دي، الصواني دي بتبتدي من 15 جنيه، زي ما انت عاوزة بقى. تمام. في حاجات كتير يا جماعة. والاستاذ هاني ده اللي هو صاحب الفرشة يا جماعة، عشان تبقوا برضو عارفين شكله. سألته هنا ان الترامس دي، فقال لي دي ترمس حراري. طبعا اسعارها كلها حلوة على فكرة، يعني مش اسعار يعني زي العالية اللي احنا بنشوفها في المحلات. وبصراحة خامة عالية على فكرة، بأمانة يعني بأمانة ان انا شفت البلاستيكات بتاعتها نظيفة، مش وحشة خالص. مش عشان ان هو مثلا فارش في الشارع او الكلام ده كله ان حاجته تبقى مش نظيفة، بالعكس والله العظيم. انا فتحت في ازايز، فتحتها وشميت ريحتها كمان، لقيتها انها نظيفة جدا. وكمان عنده مصافي، وعنده كمان مكاتب صغننة كده اللي هي البلاستيك دي، واللي هي بتاعة الأطفال اللي بيقعدوا يكتبوا عليها الواجب. وعنده مقصات، وعنده في كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في كمان يا جماعة أطقم سكاكين، وعنده المقشرة، وعنده بصوا معالق خشب، وعنده معالق استانلس، وعنده كل حاجة، كل اللي انت بتدوري عليه. هنا طبعا كنت بسأله على المج اللي هو بتاع الايس كوفي، اللي هو بتاع الكافي ميكس او اي حاجة، الهوت شوكولات اللي هو فيه شاليمو ده، اللي هو فيه شفاطة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا في اشكال كتير وحاجات كتير يا جماعة على الفرشة دي. كل حاجة بتدوري عليها من الابرة للصاروخ هتلاقيها عند الفرشة دي، فرشة هاني يا جماعة. وكان في برضو عنده مضارب سلك زي ما حضراتكم شايفين، ومقاوير. في كل حاجة رفيعة انت يعني عايزاها في بيتك، او كمان العروسة لو انت بتجهزي عروسة يا ام العروسة. وفي ده كمان اللي هو بتاع التسالي، اللي هي بيتحط فيها اللب اللي هي على هيئة ورقة شجر دي طبعا بيتحط فيها لب سوداني زي ما انت عاوزة. في اشكال كتير وحاجات كتير مختلفة جدا على الفرشة دي يا جماعة. ما بقتش عارفة بصراحة يعني اجيب ايه ولا ايه. عليها حاجات كتير جدا، بس ما شاء الله حاجات. وكمان في كمان على فكرة هو مقلمة اللي هي بيحط فيها الاقلام بتاعة الاطفال يا جماعة للمدرسة، اقلام المدرسة. تمام. وكان عنده برضو كان عنده كمان يا جماعة زي ما انتم شايفين حاجات بلاستيك كده زي حظاظات او حاجات زي كده. دي طبعا رخيصة جدا، يعني مش مبلغ. تمام. فبصراحة كان عنده تشكيلة هايلة جدا 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 من البلاستيك ومن الرفايع دي يا جماعة. عجبني بصراحة، عنده كذا حاجة كده. وقلت له ان الاسبوع الجاي ان شاء الله هاخد منه، فربنا يجعلنا في فتحة خير على بعض ان شاء الله. طبعا انا بتمنى من كل قلبي يا جماعة ان انتوا تدعموني وتدعموا الفيديو ده. انتوا ما تعرفوش انا بتعب قد ايه، والله العظيم انا فعلا حقيقي بتعب عشان اقدر اوصل لكم الصورة دي واوصل لكم الحاجات دي. فياريت بتمنى من كل قلبي ان انتوا تدعموني بلايك وكومنت حلو زي قلوبكم الحلوة. ويا رب يكون الفيديو عاجبكم واكون خفيفة على قلوبكم كلكم. السلام عليكم.